الرئيس، شاهدنا تقاربا غير مسبوق بين الجزائر وإيطاليا مؤخرا، زيارة رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني إلى الجزائر. كيف تنظرون إلى تلك الزيارة؟ وهل ستؤثر تلك الزيارة على علاقة الجزائر ربما مع دول في أوروبا وحتى خارج أوروبا؟ شوف، نعطيك غير لمحة تاريخية ربما بعض من الجيل ما يتذكرهاش مليح. في العشرية السوداء، العشرية السوداء كل الناس فشوا زعافهم في الجزائر بما فيه الدول الشقيقة. كان عندنا إرهابيين 15 جنسية، الملتي ناسيونال، كل كانوا يجاهدوا في الجزائريين باش هاد الجزائر اللي معقدتهم بتاريخها ونضالها وكفاحها لازم تزول. سمعت سي لاي دو كان، ما وجدنا الا ايطاليا، ضربوا علينا حصار جوي اوروبا باعاز من الرئيس ميتيرون، ولا طائره اوروبيه تنزل في الجزائر مع عداء لايطاليا، ومعيا يضغطوا عليها ورفضت. الميناء تاع جيجل قتلوا لها تسع بحارين تاعها باش ينفروها من الجزائر. دفنت البحارين تاعها وما لامتش على الجزائر وقعدت وفيه الجزائر. صندوق النقد الدولي سنة ونص هو يمرمد فينا بلا كونديسيوناليتي نتاعو. حبسوا المطاعم المدرسية، حبس البناء، حبس هذه، نقص الموظفين، لي زو بي جي لغينا 16 او بي جي وما نعرفوهاش وكذا وكذا، وما عطاوناش الا من بعد سنتين. لان هو خدمته يرمي لك الزيت على النار. كل ما هو اجتماعي يطير، يعني باش يزيد يأزم الامور. ايطاليا فتحت لنا 13 مليار دولار لين دو كريدي. ماشي ايطاليا تاع اليوم، امور مستمره. الجزائر تعرف أصدقائها وأعدائها كذلك. احنا الجزائر اللي دار فينا جرام خير ما نسوش، واللي دار جرام شر ماش ننتقموا ولكن مسجلينه. من يعمل مثقال ذرة شرا يراه.